ربما يلتقط ابن من أبنائنا وأخ من إخواننا خبرا من أخبار هذه الزيارة على لسان صحفي مثلا، وينقل هذا الخبر ويضع هذا الخبر ويضخم الخبر ويصبح مادة للنقاش ومادة للحوار على غرف الدردشة وعلى مواقع أخرى. أنا أود بفضل الله من إخواننا على شبكة الإنترنت أن يتثبتوا وأن يتبينوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم فضلا وأن يزيدهم صدقا وأن ينفع بهم وأن لا يحرمهم أجر هذا العمل الذي يبذلونه لخدمة دين الله. أنا أخاطب الآن شبابنا في الجزائر كما خاطبتم على المنبر، وأخاطب الآن شبابنا ممن سيستمعون إلى خطبة الجمعة التي ألقيتها في جامع الأمير عبد القادر في قسطنطينة. أنا أناشد كل أحبابنا ممن يحبون دين الله وممن يغارون لدين الله وممن يغارون لسيدنا رسول الله، أناشدهم الليلة أن يترجموا هذه الخطبة ترجمة كاملة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والروسية، وإن استطاعوا أن يترجموها للغات أخرى فعلوا، وأن يضعوا هذه الخطبة على عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية. وأود أن توضع هذه الخطبة مترجمة على مواقع غربية، على مواقع غير عربية غير مسلمة بطريقة أو بأخرى، وشبابنا بفضل الله يعني يجيدون مثل هذا. ولستم أقل من شباب أوروبا ممن يعني يقتحم علينا ويريد أن يسيء إلى ديننا وإلى أخلاقنا وإلى قيم مجتمعنا المسلم، ويقحم نفسه علينا بالفضائح من كل الأقوال والأشكال والصور والأفلام وأنتم تعرفون. فأنا أنصح الآن لشبابنا أن يتثبتوا وألا ينقلوا كلاما إلا بلساني أنا. هذا نداء ورجاء. أرجو من إخواننا المتعاملين على الشبكة ألا ينقلوا عني كلاما إلا بلساني أنا، إلا بقولي أنا. لا تنقل عني، ولكن انقل مني، انقل مني، لا تنقل عني بل انقل مني. واللقاءات كلها مسجلة بالكلمة، حتى في اللقاءات الخاصة بفضل الله كلها مسجلة. فأنا أنصح أحبابنا ألا يختلقوا أخبارا على ألسنة بعض الصحفيين، لأن الصحفية إلا من رحم الله الخبر عنده ليس إن كلبا عض رجلا، ولكن الخبر عنده إن رجلا عض كلبا، إلا من رحم الله. فيحب الإثارة، فربما يضخم أمرا لا أصل له، وربما يفهم هو من كلام الشيخ فهما خاصا به، لأن كل إنسان له فهمه. ودلالة النصوص نوعان: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. دلالة حقيقية تابعة لقصد المتكلم وهي لا تختلف، ودلالة إضافية تابعة للمستمع وهي تختلف باختلاف عدد المستمعين، فكل له قريحته وكل له ذهنه وفهمه. فأنا أناشد أحبابنا ألا ينقلوا شيئا ينسب إلي إلا بصوتي أنا، إلا من كلامي أنا. وأنتم تسمعون الآن بفضل الله عز وجل، وستسمعون كل كلمة تكلمت بها، لأني بفضل الله أعرف كل كلمة وأعرف سوابقها وأعرف لواحقها وماذا أقصد بها وما الهدف. وأشهد الله في عليائه أنه لا يوجد في قلبي إلا الله. لا أريد بشرا ولا أريد مالا ولا أريد بفضل الله وجاهة، أشهد الله على ذلك، والله يعلم الصادق من الكاذب. إنما أريد وجه الله، وأريد أن أنقل رسالتي بكل صدق وكل وضوح وكل جرأة وكل قوة، ولا أجامل مخلوقا على حساب ديني على الإطلاق، لا من المسؤولين ولا من الشباب، لأنني ورب الكعبة لا أريد إلا وجه الملك الوهاب، ولا أريد إلا أن أنصر سيد الأحباب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا: فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا